جوزي أحرج حماتي ببيتي علشان مرضتش تخدمني، وقالت لما تعدم صحتها أبقى أخدمها. دي مشكلة متابعة يا جماعة، وبتقول أنا مسافرة وقاعدة مع جوزي ومغتربة في السعودية، وكنت حامل وكنت على وش ولادة، والحمد لله ربنا قومني بالسلامة. وحماتي جت زارتنا هناك وقعدت معانا، فبقت عايزاني ان انا اقوم اعمل الاكل واوضب واعمل كل حاجة وانا والدة، مع اني كنت سخنة وتعبانة. جوزي قال لها طيب بدل ما انتي قاعدة قومي حضري الاكل، قومي حطي لها لقمة تاكلها، هي مش والدة وانتي عارفة. قالت دي والدة بقالها 10 ايام، هي تفضل تتدلع كده لامتى؟ وبعدين ده لسه جاية من السفر ومش قادرة، مين اللي يقوم يعمل لمين؟ يعني انا قلت هاجي اطمن واشوف المولود الجديد وهقضي معاكوا هنا اسبوعين، اذا كنت هروح اعمل عمرة هاجي الاقي الاكل معمول وهلاقي جاهز، لكن هو انا جاي عشان اخدمها ليه؟ عدم صحتها. الكلام ده كله اثر فيني، وبصراحة نفسيتي تعبتني، بقى صعبان عليا. احنا كنا من يوم ما ولدت واحنا بنجيب اكل من بره، لان صحتي المرة دي تعبانة جدا، لان انا لرابع مرة اجيب مولود، فبصراحة كل ده اثر على صحتي. غير ما كمان ان انا واخدة يعني يعتبر حمى النفاس، والدكتور نبه عليا ان انا ما اتحركش في البيت. وجوزي بصراحة قايم بطلبات الاولاد وبينظف لي البيت، وقال لي الاكل مقدور عليه بنجيبه من بره. بس لما حماتي جات قال بدل ما نجيب اكل من بره، وعارف ان امه بتحب الاكل البيتي والكلام ده، فقال خلاص هي هتطبخ بقى وكده. بس رفضت وقالت الكلام ده اثر فيني. والمشكلة ان هي كمان مصممة ان انا اقوم اعمل الاكل، وانا فعلا الدكتور منبه عليا بالراحة التامة، وطول الوقت بتقول انتي بتدلعي وسيبك من كلام الدكاترة وسيبك من الكلام ده، ولو جيت على نفسي وقمت عملت اكلة مش بقدر اعمل التانية وصحتي بتتعب اكتر، ومش عارفة اعمل ايه. لغاية ما قلت لجوزي انا لازم اروح اقعد في مستشفى لا اما تنزلني مصر. اتقمصت وزعلت وقالت عايزة تقعدي في مستشفى، عايزة تصرفي وتخلصي فلوس ابني اللي وراه واللي قدامه. وطبعا لو رحتي نزلت عشت كده في مصر هتروحي تقعدي عند اهلك بحجة انك تعبانة ووالدة واهلك يخدموكي، ومش هتيجي تقعدي في البيت عندي ولا تخدميني ولا هتشوفي مصالحي. كل ديت حاجة فارغة، وعملت لي موضوع ومشكلة وهي عندنا. وانا بصراحة انا حاسة ان انا مش قادرة اتقبل اكتر من كده، ومش عارفة اعمل ايه. انصحوني اعمل ايه، يا ريت كده تنصحها في الكومنتات وقولوا لها تعمل